أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا بعضنا شاورما دجاج مع الخبز متاعها. خبز خفيف وطري، أكلة كاملة ومتكاملة وبنينة برشا، والوصفة هذه تنافس أكبر وأشهر المحلات من البنة متاعها. هاي تابعوا معايا الفيديو للآخر وشوفوا كل التفاصيل. قبل ما نبداو، كان أول مرة تشوفوا فيديوهاتي أنا راجي، ومرحبا بكم في قناتي، وما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس وتعملوا جيم. وهنمشيو لطريقة التحضير. وأول حاجة باش نبدا بها، باش نحط 500 ملي حليب دافي، عليهم مغرفة سكر ومغرفة كبيرة خميرة فورية، نحركهم شوية مع بعضهم ونغطيه ونخلي حتى الخميرة تتفاعل. وتو بعد ما الخميرة تفاعلت وعملت كيما الكشكوشة هكا، باش نصبها الكل في بول، وباش نحط عليها كعبة ياغورت ناتوريل. الياغورت هذه 150 جرام، ومغرفتين كبار زيت، استخدموا زيت اللي تحبوا عليه، ومغرفة صغيرة ملح. نحركهم بعضهم بالكدا حتى لين يتجانسوا. وتو باش نقعد نضيف الدقيق بشوي بشوي حتى لما عندي العجينة، وتو نوريكم التكستور متاعها من بعد كيفاش. ما زالت تتلصق، باش نزيدها شوية. وتو من بعد العجينة ما تلمدت، خذت لي تقريبا 750 جرام دقيق أبيض. وانتم بالطبيعة على حسب الدقيق متاعكم يشرب ما يشربش، ضيفوه بشوية بشوية حتى اللي تتكون عندكم العجينة بالتكستور هذيا. وتو باش نحطها ونقعد نعجنها بالكدا بالكدا أقل شيء 10 دقايق. وهذا هو القوام متاعها كيفاش، ما تتلصقش في اليد وماهيش يابسة. شوفوا كيفاش ولات رطبة. وتو باش نحطها في البول ونغطيها ونخليها ترتاح في عقلها. وباش نحضروا الشاورما توا، عندي هنا كمية من الصدور متاع الدجاج، تنجموا تستخدموا الكمية اللي تحبوا عليها. وتو باش نقصها بالطريقة هذه، وحطيتهم شوية في الكونجيلاتور باش يجمدوا شوية والقصان متاعهم يكون أسهل، كيما قاعدين تراو فيهم بالسمك والحجم هذا. وكل ما كان جامدة شوية التحكم فيها وفي القصان متاعها يكون أسهل، وانتم استخدموا الطريقة اللي تساعدكم في القصان. وتو باش نكمل نقص الباقي الكل بنفس الطريقة هذه الكل. بعد ما كملتها، وتو باش نعملوا الخليط اللي باش نحطوا فيه الشاورما. باش نحط مغرفة ياغورت ناتوريل كبيرة، عليها مغرفة كركم، مغرفة فلفل زينة، وشوية زعتر ريحيته، شوية فلفل أكحل، ومغرفة صغيرة تابل وكروية وزنجبيل بودر خلطهم مع بعضهم، ومغرفة صغيرة ملح، مغرفة زيت. نحركهم الكل مع بعضهم بالكدا. وتو باش نحط فوقهم صدورات الدجاج اللي قصيناهم، نخلطهم بالكدا باش كل قطعة من الدجاج تتغطس وتتشرب الخليط اللي عملناه. وكان عندكم وقت كافي غطيوها وخليوها ترتاح وتاخد من الفحات الكل اللي حطيناها. وكيما تنجموا تعملوها قبل بليلة وتبيتوها في الفريجدير. أما كان ما عندكمش وقت تنجموا تستخدموها ديريكت عادي. وهذه العجينة من بعد ما ارتاحت وخمرت، شوفوا تبارك الله كيفاش تضاعف حجمها. تو باش نطلع الهواء اللي فيها وباش نحطها ونبدأ نقسم فيها. وتو باش نكورهم ل9 كورات، وباش نرش الفارينة وناخد أول واحدة نبدأ نحل فيها. نحلها بالطريقة هذه، مش خشينة ومش جويدة، بالسمك هذا كيما قاعدين تراو فيه. وتو باش نحطها في طبق فيه بابي كويسون، وباش نكمل الباقي الكل بنفس الطريقة. أنا العجينة عملت لي 9 خبزات بالضبط. وتو باش نغطيهم ونخليهم يرتاحوا قبل ما ندخلهم للفرن.
وفي الأثناء اللي باش ترتاح فيه العجينة نمشيو نعملو الشاورما. في مقلة على النار حطيت الزيت وكي سخن حطيت فوقه الشاورما اللي فوحناها ونخليها تتقلى وتطيب وتشيح من الماء كومبليتمون. وكيما قاعدين تراو الشاورما توا طابت، ما فماش ما أسهل من هكا. تو باش نحطها على جنب تبرد شوية، وهذا الخبز من بعد ما ارتاح تقريبا ربع ساعة تو باش ندخله للفرن يطيب على درجة حرارة 230 درجة، أعلى درجة عندكم، حتى اللي حمار من الفوق من لوطا ويتنفخ ويطيب بالكدا. كيما قاعدين تراو فيه شوفوا كيفاش حمار وتنفخ وطاب بالكدا. وتو باش نحط الطبق الثاني، شوف كيفاش قاعد يتنفخ تبارك الله. وهذا من بعد ما طاب، وهذوما الخبيزات متاعنا اللي عملناهم تبارك الله محلاهم، قداش يشهيو وجاو ياسر هبال. شوفوا تبارك الله قداش طري من برا. هذا هو الخبز متاعنا، وباش نحل لكم واحدة نوريها لكم من داخل. شوفوا الخبز قداش طري وفارغ من داخل وقداش يشهي. وش نبدا نحط فيه؟ باش نحط فيه أول حاجة الهريسة والمايونيز والخس، شوية طماطم مقصوصة، الشاورما متاعنا، البصل والمعدنوس والبطاطا الفريت. وباش نزيدها شوية مايونيز من الفوق وشوية زيتون. وهذوما هما كعبات الشاورما متاعنا. شوفوا تبارك الله قداش شاهي وقداش محلاهم، تقولش عليهم مشويين من برا. والأهم من هذا الكل بنينة على الآخر. إن شاء الله تجربوها وأنا نأكد لكم اللي باش تعجبكم. وعلى ما نلقاكم في وصفة أخرى ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا جيم. إلى اللقاء في وصفة أخرى.